السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم الحلقه دي انا ماليش علاقه بيها خالص، انا بتعلم زيكم من خالتي، ما بعرفش اعمل الرز بلبن، فهي قالت لي الرز معمر. رز معمر مش رز بلبن. انا بعرف اعمله على فكره، بس هي بتقول انا بعمله احسن منك، فاحنا النهارده ايه هنشوف هتعمله ازاي. معانا بتقول لي نص كيلو رز غسلته كويس ونقعته بتاع ساعه ونص، تمام، علشان ما يتشربش مننا لبن كتير، عشان ما ياخدش لبن كتير، احسن احنا شارين اللبن والله. طب قولي بقى المكونات بتاعتك يا حاجه. ربع معلقه ملح، نص معلقه ملح صغيره. لا مش نص، صغيره. صغيره تمام. هنحطها فين؟ على الرز. على الرز كده. لو الحلقه دي مش عجبتكم قولوا لي في الكومنتات، علشان دي حلقه خالتي. انا ما بعملوش زيها، انا بعمله بالسمن البلدي وبالقشطه، هي هتعمله بالسمن الروابي وبالسكر التموين. ما جبتيش سمنه بلدي ليه؟ ما عنديش. ما كلف الله يعني. بصوا حتى سكر التموين شوفوا مسمر ازاي، زي الفل، ما فيه اي حاجه. نعرض الناس يعني اللي معانا ولا نتخانق معهم. هنحط قد ايه سكر؟ ومعانا بصوا يا حبايبي اللبن حوالي 3 كيلو 2 كيلو لبن، 2 كيلو لبن بتاع 2 كيلو وربع. بصوا اللبن الباقي اهو، احنا مالين الفواله وشويه في الحله. اللبن طبعا مغلي لسه منزلينه من على النار حالا، عشان ايه السكر يدوب بس كده. بسم الله. انا قلت لها انا بغليه الاول على النار انا كنت هغليه على البوتاجاز صراحه، بس انت اللي قلت لا. انا قلت لا، انا ماليش دعوه. ماشي، وانا مش مانعه برضه في كل اللي طلبناه. يبقى النهارده هنعمل لكم صينيه رز معمر كبيره، عشان انا كان نفسي اعمل معاها تحدي فيها، عشان تقدم مقالق بس. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي خالتي بتدوب في السكر اهي. هي بتقول نص كيلو رز، نص معلقه صغيره من الملح، السكر على حسب الاحتياج انتوا بتدوقوه طبعا. انما اللبن حوالي نص كيلو، حط عليه 2 كيلو وربع من اللبن، او 2 كيلو ونص من اللبن. وبتحط بقى سمنه عاديه، اللي عنده سمنه بلدي يحط، يفضل يعني ان هي تتعمل بسمنه بلدي. السمنه البلدي حلوه يا جماعه، بس ام علا ما عندهاش، خلصتها. والله ما عنديش. ان شاء الله نجيب بامر الله. فاحنا هنعملها لكم بايه؟ بالسمنه الروابي. ده جميله، مال الروابي زي الفل. بس انا كان نفسي اكل الرز معمر، وعملناه لكم ولا الرز المعمر. على فكره الحاجات السمراء اللي في اللبن دي من السكر مش من اللبن. لا من السكر. سكر التموين بيكون فيه حاجات سمراء كده، يعني حبات سكر سمراء. طبعا الفرن شغال وسخن جامد يعني، فاحنا هنحط فيه الصينيه ان شاء الله هتبدا تغلي على طول. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي دي شكل الصينيه اهي، دخلناها جوه الفرن، مشغلين من الجناب من الناحيتين يعني ومن تحت. اول ما تبدا تغلي هنروح موطيين من الناحيتين ومن تحت برضه، عشان تستوي براحتها، ما تشربش اللبن وتبقى طالعه ناشفه. احنا عايزينها تطلع طريه كده، ما تبقاش ناشفه يعني. اول ما تبدا تغلي هوريها لكم تاني ان شاء الله. وطبعا يا حبايبي زي ما انتوا عارفين كده انا حطيت الصينيه بتاعت، انا قصدي خالتي حطت الصينيه عشان لو طلعت بايظه مش بتاعتي انا ماليش دعوه، هي بتاعتها هي. واحنا قاعدين جنب الفرن دلوقتي، بس عايزه الصراحه اقول لكم انا عايزه اشتكي لكم خالتي، وانا صراحه ما كنتش هشتغل معاها. وانا برضه زهقت منك بالامان. بطول النهار تزعق وصوتها بقى عالي كده، وانا مش مستريحه لها. عشان ايه؟ من غير ليه؟ عشان مدبونه. خلصنا اللبن وحطينا السمنه حوالي ربع كيلو سمنه. لا اقل، لا اقل من ربع كيلو سمنه. اقل من ربع، حوالي 4 معالق من السمنه الكبار. انا بس حبيت ارجع لكم تاني واقول لكم بس ان انا خالتي صراحه تعبتني اليومين دول. رز معمر؟ لا مش عايزه رز معمر. انا طب بالعكس، ده انا اللي نفسي اكله. طب بالله عليكي من امبارح مش بتقولي عايزه اجيب سمك؟ ايوه كنت عايزه اروح اجيب سمك واعمل سمك، تعملي بس سمك. معلش جت ظروف. قلت لك ايه؟ اخويا عندي. اخوك عندك. قلت الصبح قلت لك نعمل رز معمر ولا أيوة. انا هعمل رز على البوتاجاز طاري كده زي المهلبيه. كان عايزه تعمل رز باللبن وانا قلت لها نفسي اكل رز معمر. برضه يعني كنت عايزه اعمل معاها تحدي في صينيه الرز معمر، ونعمل مش تحدي في الاكل، لا تحدي ان احنا نعمل، هي تعمل صينيه وانا اعمل صينيه. ما انت بتعرفي تعملي حاجه. لا اله الا الله. جربتيني كتير. ديكي 15 سنه بنعرف الشغلات ولا ايه؟ ده الفرن اللي خالتي بتعمل اهو فيه كل شغلها، بس صراحه اليومين دول مضايقها شويه، معرفش ماله، والباب بتاعه اتكسر ولا ايه. ليه؟ من كتر الشغل بالامانه. ده الفرن اللي خالتي بتعمل اهو فيه كل شغلها، بس صراحه اليومين دول مضايقها شويه، معرفش ماله، والباب بتاعه اتكسر ولا ايه. ليه؟ من كتر الشغل بالامانه.
على فكره خالتي كانت ده كله بتعدل باب الفرن عشان كان مقلوب. الفرن مش راضي يفتح، انا عايز اتصلح يا جماعه. بقول لما قالوا صلحيه على حسابي. ولا هتصلح ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو انا بعمل فيه، انت اللي بتعمله وبتشتغل. بصوا يا حبايبي ادي الصينيه زي ما هي لسه موجوده اهي، هتبدا تغلي. هنبدا نوطي على طول، اول ما تغلي معانا هنبدا نوطي على طول عشان ما تنشفش مننا زي ما بقول لكم. واحنا في نص الصينيه كده او نص الوقت هرجع تاني واوريها لكم هتكون شكلها عامل ازاي. تتحمر كده هنوريها لكم. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي دي شكل صينيه الرز المعمر، بس لسه طبعا ما استوتش. خالتي طفت من الجناب لانها بدات تحمر اهي لسه في الفرن. وطبعا احنا سايبينها من تحت بقى على النار اللي تحت الهاديه. هتبدا حبايه الرز تستوي معانا وتسيح كده وتكون حلوه. انا بس حبيت اوريكم شكلها وهي في الفرن ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما صينيه الرز المعمر اهي طلعت من الفرن. شوفوا شكلها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، فل الفل يا جماعه. ما اقولكوش بقى على ريحتها، ريحه روعه كانها معموله بالسمن البلدي. ريحتها الجيران شم ريحتها بالله في الملح. الحمد لله ان انا ما عملتش تحدي مع خالتي لان انا ما بعملهاش بالحلاوه دي صراحه. الحمد لله. كان نفسي ادوقكم واعزمكم عليها والله. لا خالتي واثقه من وثقكم الفوز دي. لا لا حلوه وريحتها حلوه والله ما شاء الله عليها. ده خلاص انت عماله تلف على الصينيه، بتلف لوحدها. الصينيه وهي تلف على الجيران بره. بصوا احنا عملناها لكم سهله وسريعه وما فيهاش اي وقت خالص. لا تكلفات ولا اي حاجه. لا مش حكايه تكلفه. يعني مش لازم بقى اللبن المغلي ونقعد نغلي على البوتاجاز. بصوا هي حاجه كده معموله سريع. انا بحط اللبن على الرز، ولو عايزه افوره على البوتاجاز مثلا وفي الفرن واروح حاطاه يدخل الفرن يفور على طول بسرعه. مش عايزه احطه بارد احطه برده في الفرن وانا قاعده اريحه كده. ساعه ما يهدى يفور والوش بتاعه يعمل بقع حمراء كده زي ما معمول كده، اروح مطفيه النار هاديه بسيطه خالص واسيبه على الارضيه الشمعه اللي مولعه من تحت يفور بالهداوه ونار هاديه. هو قعد حوالي تلت ساعه في الفرن. الصينيه دي قعدت تلت ساعه في الفرن. لا اكتر يا ماما، اكتر لان احنا طبعا زي ما قلنا لكم مهديين النار خالص عشان حبايه الرز تسيح كده وتستوي كويس. اشوف معلقه كده ماشي هات لنا معلقه يا محمد. ودلوقتي خالتي بقى ايه بدات معرفش ايوه يعني شالت حته من الرز المعمر اهو. هات ايديكي هنا كده. بسم الله الله اكبر. شايفينها عامله ازاي؟ على فكره هي لسه هتتشرب اللبن. يعني كل ما تقعد وتبرد بتتشرب اللبن عامله زي المهلبيه. طبعا احنا مفيش يعني احسن من كده. يا ريت لو عجبتكم الحلقه بقى النهارده ما تنسوناش بلايك يا حبايبي ودعوه حلوه كده. توصوا بيا انا عايز سيبكم من ام علاء في الصينيه، توصوا بيا انا في الصينيه. مالكوش دعوه بام علاء، خليها عليكم المره دي. يلا مع الف سلامه. يلا مع السلامه. والله نفسي تيجي تاكلوا معايا والله. مع السلامه. الفل مع الف سلامه يا حبايبي. بصي سخن قوي.